السلام عليكم متابعينا الكرام واهلا بكم. اتمنى في البداية تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري، وتصلي على النبي وتقول عليه الصلاة والسلام. اخبار كتير منتشرة على السوشيال ميديا بايقاف الحكم ابراهيم نور الدين، وكمان في اخبار بتقولك اعادة مباراة الاهلي والزمالك مرة اخرى بسبب الخطأ التحكيمي اللي حصل في المباراة من ابراهيم نور الدين. وشوبير طلع وقال لك ان اختيار الحكم ابراهيم نور الدين اختيار خاطئ جدا جدا، مع احترامي طبعا للحكم الدولي ابراهيم نور الدين، حكم محترم وعالي وقوي جدا، ولكن احنا بنتكلم على مباراة قمة ما بين الاهلي والزمالك، مباراة جماهيرية، وكان لازم يكون في حكم اجنبي. وطبعا الكلام ده ما عجبش جماهير الزمالك، وقال لك هو عشان الزمالك فاز طالعين تعايبوا على الحكم؟ هو علشان الزمالك فاز طالعين تقولوا ان الحكم مش كان كويس؟ طالعين تقولوا ان الحكم اي كلام؟ طالعين تقولوا ان الحكم مش كان قد كده علشان الزمالك قدر يكسب الاهلي؟ جمهور الزمالك طالع يقول لك اي خسارة اي تعادل للنادي الاهلي. دايما دايما اعلاميين الاهلي بيطلعوا ويقولوا حجج، دايما بيعلقوا فشل الاهلي على شماعة الحكام والكلام ده. جمهور الزمالك طبعا ليه مننا كل الاحترام والتقدير، ولكن لازم جمهور الزمالك يعرف ان الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق محترم، واذا كان الاهلي او الزمالك كسب الاهلي فدي مباراة، يعني مباراة في الدوري مش نهائي. الاهلي لسه كسبان الزمالك 3 او 2-0 في نهائي الكأس، فان شاء الله بعون الله نشوف مباراة قوية للنادي الاهلي امام مازيمبي الكونغولي. مباراة ليست سهلة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وطبعا مش عايزين نستهتر، وان شاء الله الاهلي يقدر